ازيكم عاملين ايه؟ كورة النهارده هنتكلم عن اللي حصل في ماتش الاهلي ورأيي كده على السريع. رأيي في اللعيبه وكده. لو لسه ما عملتش لايك اعمل لايك كومنت زي جميل وفولو واشتراك وظبط الدنيا كده وشير. يلا بينا نبدأ نتكلم في ماتش الاهلي. بس شفت صراحة واحدة من أسوأ ماتشات الاهلي في الموسم الصراحة. كان مش عارف الماتش الكامل اللي الاهلي بقى فيه سيء. لعيبة مش كويسة، ما بتحاولش، مش بتلعب من أجل التيشيرت، من أجل الشعار. لعيبة مستهترة. مفيش اي روح، مفيش اي دوافع، مفيش اي حاجه. الصراحه عشان الاهلي كان سيء شوط اول شوط تاني، ما استمتعتش بالاهلي خالص. حسيت ان اللعيبه فاقده الشغف، ما بتلعبش لاجل الشعار. غير اتنين بس هما اللي كانوا بالنسبه لي احسن اتنين في الماتش، هم مروان عطيه وحسين الشحات بس. نيجي بقى شويه كده، امسك لاعب مثلا. ماشي، زيزو. ايه يا زيزو؟ ايه يا حبيب قلبي؟ ايه يا بابا؟ ايه يا عمي؟ ايه يا اسطى؟ ايه مالك؟ في ايه؟ انت جيت ليه يا اسطى؟ انت ايه الاداء الوسخ ده؟ تروح رافع لي الاوفر زي القرف، زي وشك، وعامل لي كده شلضومه، ما تفهمش فيه ايه، ما بيضحكش، ما بيبتسمش، وحاجه صعبه يعني. وقرف ومش عايز يلعب ومش طايق نفسه ولا طايقنا، وحاجه صعبه. انت ليه كده يا اسطى؟ ايه الاداء ده يا اسطى؟ نبيعك يعني ولا نعمل في ابوك ايه؟ انا عشان اتخنقت منك بصراحه. ده مستفز ووسخ وخرا بصراحه، يعني سوري في اللفظ يعني. بكل امانه. انت دلوقتي تريح. انت وكام لاعب كده؟ امام عاشور. ايه يا امام؟ سطور وبتاع وايه سطور وخرا، وانت ايه يا اسطى؟ وايه الاداء ده؟ بقالك فتره بتستعبط. ايه الاداء ده يا اسطى؟ انت بتلعب بالشوك السكينه ليه كده؟ يالا ما تلعب كوره يا عم. العب ناشف، العب كرجال. حاول تقطع كوره، حاول تستخلص. في ايه يا اسطى؟ انت مالك بالسلبيه دي ليه كده؟ ليه وحشه قوي كده؟ ليه القرف ده يا اسطى؟ ليه كده؟ ليه كل كوره بتخسرها؟ ليه ما بتعرفش تباص؟ ما بتعرفش تعمل اي حاجه؟ ده اسلام مهدي ليه حق ان هو يغضب منك صراحه، وانا ابتديت اغضب منك وابتديت اتقرف منك كمان بصراحه. انت كمان. مروان عثمان ده مش مهاجم الاهلي بصراحه، بكل امانه يعني. عشان ابقى صريح معاكم، ده مش مهاجم الاهلي. استحاله ده يكون مهاجم الاهلي. ده مهاجم زباله. زباله الزباله. باص مش عارف يباصي، شوط مش عارف يشوط، عرضيه مش عارف يعرض، جري بيجري بلا هدف. في ايه يا اسطى؟ رأسيات ما بتعملش رأسيات. انت عايز مننا ابونا ايه يعني؟ مش فاهم. تلعب كوره ليه؟ ليه بتمارسها؟ بصراحه. ايه القرف اللي انت بتخريه ده يا اسطى؟ بقالك فتره بتستعبط. انا اتخنقت منك انت كمان. يا ريت تتباع بقى، ولا تشوف لك اي حراره، ولا ترجع سيراميكا، عشان واحد اتخنق منك بصراحه. جاب اخره. مين تاني؟ افتكروا كده معايا. محمد هاني متجبس. مش عارف بيلعب محمد هاني متجبس ده ليه. ابني ايده متجبسه. في حد بيلعب لاعب ايده متجبسه؟ دي اول مره اشوفها في التاريخ. ايه يا اسطى ده؟ ما تلعب احمد عيد يا عم، ده جايبه عشان ما تلعبوش. لعب اي حد تاني. لعب محمد شكري لو رجع اصلا. لعب اي حد. لعب كريم فؤاد لما يرجع، صح ما رجعش لسه. لعب اي حد هيبقى افيد منه. لعب مقرف وما بيبصيش، ورجع لعادته القديمه. ولا عرضيه صح، ولا استخلاص، ولا اي حاجه. لعب مقرف كمان، بقى مقرف وحش قوي. عبد الاهلي كلها بقى زباله الصراحه. مين تاني؟ ياسر ابراهيم. مش باص كتير قوي قوي قوي. مش باص كتير، يخسر الكوره كتير. وما بيعرفش يستخلصها. وبيطلع بالكوره وحش قوي. وبيهاجم كتير قوي. في ايه يا اسطى؟ ما انت مدافع، يبقى افضل مدافع. ما في حاجه كده ما ينفعش تعملها يعني. انت بتحاول تراوغ وتراوغ وتخش لقدام، مش بتاعتك، ما تعملهاش يعني. انت جاي الجون جاي كده كمان اصلا كمان يعني. مري نفس الكلام برضو، بس ها شويه مش وحش يعني. مين تاني؟ بالعمري. ايه بالعمري القرف اللي انت بتقدمه ده يا اسطى؟ بامانه ايه ده يا اسطى؟ طب انت كنت كويس على فكره. ايه اللي حصل لك بجد؟ ما كنتش كده خالص. ما كنتش كده خالص الصراحه. في ايه اللي ناقصك؟ لعب في الاهلي بتلعب. مرتب وبتاخد. هتلاقي عربيه وعندك. شقه وعندك. عايز ايه تاني؟ عايز إيه تاني عشان تلعب كوره بقى؟ ليه بتعمل القرف انت كمان؟ ليه بتلعب مقرف قوي كده؟ ليه بتلعب كده؟ ليه ما بتلعبش حلو؟ ليه ما بتحاولش تقاتل من اجل مركزك؟ ليه يا اسطى؟ مين تاني؟ تريزيجيه. ايه يا اسطى؟ طب ماتش او 10؟ لا في ايه؟ العب كوره بقى. العب كوره زي الناس بقى، مش كل حاجه تقعد تأنن فيها وبتاع، وعايز الكوره لنفسك. العب للفريق بقى شويه بقى يا جدع. انتوا خنقتونا وخنقتوا ابونا. حاجه تخنق بصراحه يعني. العبوا كوره شويه. العبوا لاجل الفريق. قتلوا شويه. مش في جمهور خرا بيشجعكوا؟ رايح لكم من اخر الدنيا. مش كده. ادعموهم. حاولوا تعملوا اداء كويس. حاولوا تلعبوا بكوره بأداء، بروح، باي خرا.
حللوا الفلوس الخرا اللي بتاخدوها دي، الخساره في ابوك والله بصراحه. ده مش ممكن يعني. انا صراحه حزين على الاهلي بامانه. مش ده الاهلي، انا بقيت بشوف ماتشات الاهلي بقيت بتخنق. مثلا لو عايز تخلص باي طريقه يلا خلاص بقى ومشينا بقى وخلينا نغور. بصراحه يعني بقيت بتخنق من ماتشات الاهلي. اللعيبه دي لازم تقعد بصراحه. بامانه اللعيبه دي لازم تقعد بصراحه. لعب اي حد بقى، ممكن مثلا حراسه المرمى زي ما انا شفت فيديو اسلام مهدي عجبني الصراحه قوي. ممكن تلعب حمزه علاء، بلاش شوبير. تقول لي حمزه علاء ليه؟ اقول لك حمزه علاء اديله الثقه. لعب في الدفاع مرعي، مرعي والجزار مثلا. لعب ما تلعبش بالعمل، لعب باحمد عيد وكريم فؤاد لما يرجع مثلا، او صعد حد من الناشئين يلعب في الحته دي. عمر سيد معوض لو موجود. نص الملعب لعب بن رمضان، مروان عطيه. شوف لك حد من الناشئين. في الهجوم مثلا لعب اي حد ما بيلعبش، لعب الشحات. رجع محمد عبد الله ولا لك صعب الصراحه. لعب اي حد ما بيلعبش عشان الشحات. بن شرقي يعني مش قوي برضو. لعب مهاجم محمد شريف. اللعيبه دي لازم تتعاقب بصراحه، لعيبه مقرفه ومفيش منها اي منفعه. وبصراحه يعني انا ما فقدتش الامل في الدوري. انا في اللحظه الاخيره شايف ان الاهلي ممكن ياخد الدوري، بس مش كلاعيبه ولا كاداره ولا كمدرب. وهياخدها بتعثر الاخرين بغباء الاخرين على اسلام مهدي. معلش ان انا بقول اسلام مهدي كتير. واخده، بحبه الصراحه وفيديوهاته جميله. يا عم يا عم اثبت. بس بس اه يعني بس يعني هو ده تقريبا كان فيديو النهارده، ولا عايز اقول حاجه تاني؟ استنى افتكر انا كنت عايز اقول حاجه تاني ولا لا. اللعيبه دي لازم تتعاقب، لازم تتقرص وداها. ولا المدرب ده صحيح لازم يمشي بصراحه. المدرب ده لازم يمشي بامانه. ما بيفضلش يكمل. عادل مصطفى بقى وليد صلاح الدين او اي حد يمسك الاهلي هيبقى افيد منه مليون مره. لازم المدرب ده وحتى لو مش هيمشي، عادل مصطفى او وليد صلاح الدين ياخدوا مع صلاحيات ان هو تشكيل، يحطوا تشكيل، يحطوا التبديلات والحاجات دي. وهو ما يبقاش له تلاتة لازمه، هو يبقى قاعد كده ملوش اي تلاتة لازمه. فاهمين؟ يعني انا اشوف في الدوري في الاهلي لو غباء الاخرين وقعوا، يعني لو بيراميدز والزمالك وقعوا، غير كده مش هستنى دوري الصراحه. يعني انا شايف ان الدوري انتهى للزمالك بنسبه، انا ممكن اقول 60-70%. وللاهلي اقول 20 10 كده يعني. بس يعني ده كان فيديو النهارده. قلت قدرتش معاكم سريعا في اداء اللعيبه والقرف اللي بيحصل ده، وانا حزين على الصراحه على الاهلي. واتمنى الاهلي يرجع الموسم ده ان شاء الله، يعني نفسي. بل لو هنخسر الدوري فرق نقطه انا موافق، بس نروحكم ما اسمه ايه ده، نروح كونفدراليه حتى، عشان اللعيبه دي لازم تروح كونفدراليه بصراحه. انا شايف لازم تروح كونفدراليه، لازم تروح كونفدراليه تبقى رابع قصدي. لو مش هتبقى تاني تبقى رابع، عشان تروح كونفدرالية ويحسوا بدمهم شوية ويلعبوا البط الكيني والوز الكيني، عشان يعرفوا قيمة التيشيرت اللي هما بيلعبوا ليه، ويتقرصوا ودنهم شوية. بس آسف لو كنت طولت عليكم أو تطولت شوية في الفيديو أو زعقت، يعني من حرقتي ومن حبي للأهلي قلت الكلام ده كله. وصحيح نسيت أختم بحاجة. شوبير، إيه شوبير الغلطة دي يا اسطى؟ انت في ايه يا اسطى؟ دي غلطة ما يغلطهاش حارس بدائي. ما فيش حد بيصد الكرة اللي جوه كده، ما تصدها لبره يا عم. بتصدها بايد واحدة ليه يا اسطى؟ انت نوير؟ ده نوير يستحق يعملها يا اسطى. ايه يا اسطى؟ ايه يا حبيبي؟ في حد بيغلط غلطه زي دي؟ ده انت حارس يعني واحد، يعني المفروض ما تغلطش غلطه زي دي. حارس مرمى كويس ومحترم يعني، مش كده خالص يعني. بس يعني حابب اقول بنسبه 60-70% مبروك الدوري للزملكاويه اللي يا عم حسن اللي هو بيتفرج عليا، وعم محمد حافظ. مبروك، تستحقوا انتوا الدوري، وانتوا احسن. والزمالك بيلعب كوره وعنده شغف وعنده روح وعنده إدارة لا مش عندوش إدارة كويسة صراحة، عنده جماهير كويسة بتشجعه لآخر دقيقة. هم يستحقوا كل حاجة الصراحة. وانا بستمتع لما بتفرج عليهم بكل صراحة، يعني بكل امانة بحب لعبهم. شوف كذا لاعب بحب ناصر منسي اتفرج عليه، بحب عدي الدباغ، بحب الفينا، بحب فتوح، بحب محمد اسماعيل جدا. بحب اتفرج على احمد ربيع كمان. بحب اتفرج على الواد اسمه ايه، محمد ابراهيم والخضري والمهدي حارس كويس. هم فرقة حلوة الصراحة يعني. يقول لك ما عندناش فرقة، امال دي ايه يا اسطى؟ ما انت معاك فرقة اهو وهتاخد الدوري يعني.
من غير مقاطعة، الا لو حصل في الامور امور يعني. بس ده كان فيديو النهارده، واسف لو طولت عليكم. اشوفكم بخير، سلام.